شجيراتك العالية أيها الشاعر، يا مجنون صفوريا. ها هي مداميك البيوت، ها هي الحجارة العتيقة ما زالت شهيدة وشاهدة على مقولتك التي أعليتها حتى انتصار الشهيد. ها هي الحجارة العتيقة وشمك الخالد ونداءاتك الباذخة من أجل العودة الناجزة التي ما زالت كلماتك تصر عليها وتنده للطير وللشجر الذبيح للعودة إلى صفوريا، المكان الأتم والأجل، الأعلى والأغلى، المكان الوسيع كجرحنا الأخضر السيال. ها هي الشجيرات العالية، ها هو شجر الصنوبر يعلي عناده وصموده ليفضح غبش النقيض وأدوات موته وإلغائه المدانة. ها هي صفوريا أيها الشاعر، تنده عليك وعلينا جميعا بأن لا بد من عودة إلى هذا المكان وإلى البلاد التي نحياها وجعا وحسرة وإصرارا على البقاء وانتباها إلى الحرية وإلى الفجر الأكيد والغد الذي يزهر في القصائد وفي القلوب. ها هي صفورة يا طه محمد علي، وأنت مجنونها الأجل، ما زال طللها ينده عليك وعلينا أن لا بد من عودة أكيدة إلينا. وها أنا ذا أقرأ من أعمالك الكاملة ناقوس مرور 40 على تخريب قرية. صفوريا، ماذا تفعلين هنا في هذا الليل المجوسي العاكف على ذاته عكوف القلب على البغضاء؟ وأين أقراطك؟ أماشطة أنت أم مشنقة؟ إن كنت ملكة فأين كوفيتك وعقالك؟ وإن كنت راقصة أو عين ماء فأين جواد شرحبيل؟ ماذا صنعت بسيف صلاح الدين؟ وأين وفود الظاهر؟ أين الجميع؟ أين الظل والرمان والمشاعل؟ أين الساقية؟ أين قاسم والمعاصر والقسطل؟ وأين أعراس عناقيد التبغ الأشقر كالجدائل؟ الماضي يغفو بجانبي كما يغفو الرنين بجانب جده الجرس، والمرارة تتبعني بجانب جده الجرس، والمرارة تتبعني كما تتبع الصيصان أمها الدجاجة، والأفك هذا الجفن المطبق على الركل والدماء ماذا ترك لك؟ وبماذا يعدك؟ ومن هذا الذي يدنو منك كما كلما تحفز النهد خارج عروة الحرير؟ لو كنت من مازن
لو كنت من كلب، لو كنت من صخر، من جذع زيتونة، من شوك صبار، أو هدب سنبلة. لو أنني سنونوة أو أمسية، لو أنني صهيل، لو كنت ملاذ حلم موئلا لليأس أو للرجاء، لوددت أن أكون فراشة تطير لأدنو من حبيبتي البعيدة وأرسم لعينيها على السحاب. كم أنا يا باب، كم أنا يا باب.